ربنا يسترها علينا بجد، ربنا يسترها علينا. كوت ديفوار اللي هنقابلها الماتش الجاي مقطعه بوركينا فاسو 3-0. بوركينا فاسو دي كانت معانا في دور اللي كانوا معانا في كاس العالم في دور البتنجان ده، ومش عارفين نعدي منهم. احنا في الماتش هناك قصادهم كنا بندافع بكل الخطوط وكسبنا منها في مصر 2-1 بالعافيه. هم 3-0 بسهوله جدا جدا، ولا كن في فرق امكانيات رهيب. خلوها فرقه اقل من العادي، واحنا بنلاعب بنين ضايعين. احنا ضايعين مع بنين كسبنا بالعافيه في وقت بدل ضايع 120 دقيقه عشان نجيب في فرقه ملهاش اي 30 لازمه احنا نكسبها بكل سهوله. عاملين لها حساب وعاملين ندافع ب5 و6 و7 و10 وربنا يسترها علينا. احنا بقى في الفيديو ده هنتكلم وائل جمعه وميدو شرعوا ازاي نقدر نكسب كوت ديفوار وفقا للجيل الذهبي بتاعهم. بس قبل ما نبدا الفيديو طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هناخد مين؟ وائل جمعه. وائل جمعه طلع على جناح نلعب كوت ديفوار. كوت ديفوار دول بيترعبوا مننا، احنا عندنا كعب عالي عليهم في افريقيا والكلام كله ما ياكلش عيش ده. جميل ومعاه حق، ايام الجيل الذهبي كنا احنا بنخسرهم، ده حقيقه، والجيل بتاعهم كان جيل مرعب. قال لك عشان نعمل كوت ديفوار ده احنا بالجيل الحالي ده ما ينفعش نهاجمه، ما ينفعش نهاجم كوت ديفوار. ما نعمل ايه؟ ناخد بعضنا ندافع بس ونلعب على الهجمه المرتده بتاعت صلاح، ومش عايزين اكتر من كده. اما هنفتح الملعب قصادهم وهنجريهم في الريتم هنخسر بسكور زي ما عملوا في بوركينا فاسو. ندافع كويس، نوصل لوقت بدل ضايع ونحاول نوصل ضربات جزاء. ده اللي قاله وائل جمعه. على الجانب الاخر ميدو قال لك يا جدعان الماتش كوت ديفوار ده ماتش صعب جدا. طب نعديه ازاي يا ميدو؟ قال لك بص يا جدعان الموضوع ببساطه. اول حاجه لو لعبنا بطال نلعبها قصاد بنين دي هنشيل. ده ازاي؟ ده احنا بنلعب بخمسه. قال لك ما هو خمسه بس بنلعب برهان عطيه بس لوحده في نص الملعب، وده ما ينفعش. لازم ننزل مع امام عاشور، لازم يكون في 2 في نص الملعب بجانب الخمسه اللي ورا. وامام عاشور هو اللاعب الوحيد اللي في منتخب مصر اللي يقدر ينقل منتخب مصر من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه جدا جدا. ونلعب بداتا مهاجمين، مصطفى محمد اللي حسام حسن كارف له كرفه صعبه قوي، ومرموش شمال وصلاح يمين. خلاص هو بيقول لك خلاص احنا بس نكسب كوت ديفوار احنا هنعدي الفلنكات. دي كانت تصريحات الجمعه وتصريحات ميدو عن الماتش الجاي لمنتخب مصر. وقد ايه كوت ديفوار يا جدعان منتخب مرعب، منتخب مرعب. انا اتفرجت على الماتش يا جدعان مرعب. لا بامانه لعيبه بتاع مانشستر يونايتد بص كلهم محترفين في انديه قويه جدا. فالثقه بتاعت الكعب العالي دي مش عجباني، وصراحه انا قلقان جدا بعد الماتش اللي شفته من بنين ده. احنا المفروض كلنا نقف بقى، يعني بنلعب بالشناوي والشوبير في الجون بالطريقه بتاعتنا دي عشان نقدر ايه يعني ما نخش فينا جوان من كوت ديفوار. طبعا فرق السرعات مرعب بين كوت ديفوار وبنين، بس ما زلت متفائل، حاسس ان احنا هنعمل ماتش كويس جدا، لان احنا بنلعب ماتشات كويسه قصاد المنتخبات اللي بتهاجمنا، واحنا بنلعب على الهجمات المرتده عكس المنتخبات اللي بتدينا الكوره واحنا ايه مش عارفين نعمل اي حاجه بيها. اكتب تحت في الكومنت شايف توقعاتك عن ماتش مصر وكوت ديفوار، وأنا رأيي صح، رأي وائل جمعة ورأي ميدو، وهل فعلا هنقدر نوصل للنهائي البطولة دي ولا لا؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.